علماء النفس بيقول لك اللي ما عنده روتين بتعب. للاسف انا كنت حتى انا مبرمج انه الروتين غلط، ولازم ما يكون عندك روتين، بالعكس لازم يكون عندك روتين. لازم يكون عندك روتين. لازم يكون عندك روتين لاكلك، لازم يكون عندك روتين لصحتك، لازم يكون عندك روتين لرياضتك، لازم يكون عندك روتين لعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، ورد قبل ما تنام، صلاتك، قرآنك، حتى الصلاة لها اوقات روتين. كل إشي لازم يكون له روتين. ولكن كثير من الناس وانا واحد منهم كنت فاهم انه الروتين غلط. الروتين مش غلط، بالعكس اذا ما عندك روتين حتتعب. وكسر الروتين جميل زي اي شيء في الدنيا. اي شيء في الدنيا كسره حلو. تمشي تمشي تمشي، حتى الدايت بتمشي بتكسره شوي وبترجع بيعطيك نتائج احسن. حتى الروتين هيك. لازم يكون عندك روتين. لو ما عندك روتين جيب ورقه وقلم، حط اسبوعك واكتب الروتين تاعك. انا بصحى الساعه كذا، بنام الساعه كذا، بعمل الساعه كذا، باكل كذا، بصلي بالوقت كذا، علاقتي مع اهلي كذا كذا كذا. عبي في الروتين هذا شو اللي انت بتكون مرتاح فيه لتنجز الشغلات اللي بدك تنجزها. الروتين مهم شباب. انا كنت عايش خدعه انه مش مهم. الروتين مهم جدا جدا جدا، وعلماء النفس بيقولوا لك اللي ما عنده روتين بيكون تعبان نفسيا اكثر. صوته هيطلع في الفيديو. مش باين، لسه ايدك واضحة دلوقتي. بس لسه هاتي البتاع كده بس شوية. اكتفى. بس لما تشوف واحد متشيك كده ولابس لبس حلو، قول له البس جديدا وعيش حميدا ومتشهدا. كان سيدنا النبي كان يقول كده عليه الصلاة والسلام. وساعات النبي لما كان يشوف حد لابس لبس جديد، مرة بنوتة صغيرة النبي ادالها لبس جديد كده لبسته، فقال لها ابلي واخلقي. اخلقي يعني الخلق، يعني اللي ادم واتبهدل، يعني زي ما احنا بنقول كده بالمصري دوبيه في عرق العافية. يعني يا رب ان شاء الله تستمتعي بيه، ويعني ايه يكون سبب في جمالك قدام الناس وهو بيدي البنوتة الصغيرة.
بضحك عامل بنص طن. ده عيب محترم. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك. انا طلعت في التلفزيون. انت شفتني كنت هايل. الو، انا عارف بذمتك حلو، كل العيله شافوه. دي مامتك. هقول لك ايه سجل اهدافك سجل اهدافك يا اخي، الهدف مسجل في راسي. واحده من التجارب اللي سووها على مجموعه من خريجي ماجستير اداره الاعمال بجامعه هارفارد، وجدوا انه في 3 انواع من الاشخاص. 84% هم الاغلب اللي ما عندهم اهداف اصلا. 13% عندهم اهداف لكن ما دونوها، و3% عندهم اهداف واضحه ومكتوبه تعلي بعد 10 سنوات. وجدوا انه 13% اللي عندهم اهداف لكن ما سجلوها يكسبوا ماديا في المتوسط ضعف ال 84% اللي ما عندهم اهداف اصلا. وتعال لل 3% هم يكسبوا في المتوسط 10 اضعاف ال 97 البقيه كلهم. كتابه الاهداف وتدوينها ما يعني انها الان تحققت وخلاص يعني، ولكن هي خطوه فعليه تساعدك في تحقيق الاهداف باذن الله تعالى. تفضل. الحين اسجل الاهداف. يعني ايه ورد يومي؟ يعني يوميا انت بترد على القرآن ده زي ايه؟ يرد الماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارض. يعني الوحي قرآن زي الغيث كده، المطر اللي بينزل على الارض. فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وانبتت الكلأ والعشب الكثير. فانت محتاج ان انت يوميا تتلقى الوحي ده، تسمعه، تسمع وتقرأ. ورد، الورد ده اقل حاجة فيه ان انت بتاخد عداد حسنات شغال على الحرف. يعني بقول ايه؟ يعني اقل حاجه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، مش اقل حاجه الحديث، يعني اقل حاجه في انت هتاخد اقل درجه الثواب. انت بس تتوضى وتقعد وتمسك المصحف وتجمع قلبك عليه وتقرا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. وفكره ان الحسنات برضو ان انا اخد حسنات، احيانا بعض الناس بيبقى بيزهد في الطريقه دي وهو مش واخد باله. يعني ممكن واحد يفكر ايوه عادي ان انا عايز اخد حسنات كتير، ما هو الحسنات دي هتتحط في كفه الحسنات صح. وممكن تكون سبب في دخول الجنه، فانا عايز اخد حسنات مفيش مشكله. ففكره الحسنات ممكن تدفعني ان انا عايز اقرا كتير. انا يا عم عادي انا ممكن اقرا حاجات مش فاهمها، وعادي يا جماعه ان كان الصحابه كان في حاجات ايات معينه ما كانوش فاهمينها، فكانوا بيروحوا يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام. في ايات بيبقوا فاهمينها غلط تشكل عليهم، فبيروحوا يسالوا النبي. ده حصل مع السيده عائشه وغيرها من الصحابه كتير. فعادي انا قرات مش فاهم ايه، عادي خلاص. يبقى المهم خلينا في الخطوه الاولى، ان انا ليا ورد ثابت يوميا. طيب الورد ده قد ايه؟ في حاجه محدده؟ لا، بس هقول لك على حاجه نصيحه. حاول ان انت مثلا تعملها بوقت. يعني هقرا مثلا قران في اليوم 20 دقيقه مثلا، 25 دقيقه، نص ساعه، ربع ساعه، 10 دقائق. بس 10 دقائق دول انا ما بعملش حاجه غير ان انا بقرا قران. تقفل الموبايل، تقفل الواتساب، تقفل النوتيفيكيشنز كلها. انا قاعد بقرا قران مركز متوضي وقاعد ماسك المصحف وبقرا. او تحددها صفحات او بصوره او بجزء معين، 10 صفحات، 5 صفحات، صفحتين، صفحه. المهم ان انت يكون ليك ورد ثابت يومي. ماشي؟ دي الحاجه الثانيه. الدعاء مهم قبل الورد، دي هقولها تاني وتالت. يعني القرايه بهدف التدبر، والقرايه بهدف ان انا مش يعني ماشي اوكي انا استحضر نيه الثواب، دي حاجه كويسه، ودي ممكن تقول لي طب زود اكتر عشان تاخد ثواب اكتر، بس انا مش بقرا عشان الثواب بس، دي اهم حاجه بس نضبطها. بقرا عشان اتغير. فانا دلوقتي لما اجي اقرا انا هدفي ان القران يعمل فيها حاجه، فانا بحاول اقرا الايات، بحاول ابذل مجهود في ان انا افهمها، وبحاول ابذل مجهود في ان انا اطلع بحاجه. ده لازم يحصل. يعني التدبر ان اشغل عقلي عشان او طب الايه دي بتنصحني بايه، والايه دي بتقول لي ايه، وايه الفكره طب وهنا الايه دي يعني لازم اللي بيقرا
يتفاعل مع القراءة. وده بيقول لك عشان تعمله اقرا برتل، يعني بصوت هادي وببطء، بحيث انه سرعة استيعاب عقلك للكلام تبقى مناسبة. لو متضايق اشتغل، لو مش لاقي شغل اشتغل اي حاجة، لو تعبان اشتغل، لو محبط اشتغل. الشغل والعمل هما اللي بيغيروا، غير كده مش هتعمل اي حاجة غير انك تعيش تعيس وتموت مكتئب.